يغلب 2-1 سيراميكا كليوباترا. هو مكسب كان بالعافية وصعب على النادي الأهلي، لكن برضو النادي الأهلي أداء مش مقبول. يعني انت بتكسب بس أدائك مش مقبول. لازم ان النادي الأهلي يكون عنده القدرة ويكون عنده المقدرة ان هو ينافس في المباريات اللي جاية. لازم النادي الأهلي يكون عنده القدرة ان هو ينافس، لأنه كده رايح النهائي يوم الأحد مع نادي بيراميدز. فاحنا محتاجين نسخة قوية. رايح النهائي مع نادي الزمالك، أنا آسف. فلسه الأهلي قدام مباراة صعبة. مباراة الزمالك دي مباراة صعبة جدا، حتى لو كان الزمالك ضعيف، لكن مباراة الأهلي والزمالك دي مباراة بتكون استثنائية. فلازم إن النادي الأهلي يقدم أقصى ما يمكن في المباراة دي. يقدم يطلع جميع قدراته في المباراة دي. المدرب لحد دلوقتي مش كويس، عشان اجيبها لك من الاخر. وفي ناس بتقولك كويس، هو كويس فعلا، لكن النادي الاهلي محتاج مهاجم قوي جدا. فالنادي الاهلي محتاج مهاجم قوي جدا جدا جدا، زي وسام ابو علي. احنا محتاجين مهاجم زي وسام ابو علي. وسام كان قوي، بس اللي خلق وسام اكيد خلق غيره. ففي مهاجمين كتير كويسة، بس النادي الاهلي يدور ويستغل الفرق الافريقية اللي هي لسه تحت، بيكون فيها مهاجمين على اعلى مستوى. فالنادي الاهلي لازم يقدم بشكل كويس في الفترة اللي جاية، لان هي هتكون، انا مش فارق لي كاس السوبر الافريقي، وانما فارق لي مستوى النادي الاهلي بعد كده هيكون ماشي ازاي. فلازم ان النادي الاهلي يركز جدا في جميع المباريات القادمة، لان مش بالسهل ان النادي الاهلي يخسر في كاس السوبر. ان الفريق كده الجمهور النادي الاهلي هيغضب غضب جامد جدا على النادي الاهلي وعلى مجلس ادارة النادي الاهلي. فبالتالي احنا مش عايزين الكلام ده كله يحصل. طبعا دفاع الاهلي شوارع. وطبعا دفاع الاهلي من بعد محمد عبد المنعم ما لقناش دفاع كويس للنادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي يعزز الفريق بصفقات في الدفاع في اقرب وقت. لازم الاهلي يعزز الفريق بصفقات في الدفاع في اسرع وقت، ونريد صفقة هجومية. لو كل ده حصل، انت هتشوف الاهلي في حتة تانية خالص. لازم لازم لازم. وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ راجع، شخصية قوية، شخصية حاسمة، شخصية تقدر ان هي تدير اللعيبة، يتحكم في اللعيبة، لان اللعيبة ما بتلعبش بروح. اللعيبة حاليا مش نفس الروح اللي احنا عارفينها، مش نفس روح الفانيلا الحمر. فده كله بيفرق مع النادي الاهلي. فمحتاجين الكابتن سيد عبد الحفيظ، لازم ولا بد وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ. لما كان موجود الكابتن سيد عبد الحفيظ كانت اللعيبة بتخاف تعمل لقاءات مع الصحفيين. في ظل وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ اللعيبة كانت بتخاف تعمل لقاء صحفي بسيط مع
لعبة النادي الأهلي من كابتن سيد عبد الحفيظ. متخيل؟ دي شخصية قوية، دي شخصية اللي بتفرق مع النادي الأهلي. فلازم ولابد من وجود شخصية قوية مثل شخصية الكابتن سيد عبد الحفيظ. وهو الكابتن سيد عبد الحفيظ هو اللي راجع. والنادي الأهلي ما شاء الله أي صفقة يطلبها هتكون موجودة، لأن نادي عنده سمعة كويسة وعنده فلوس كويسة، فيقدر يجيب أي لاعب. فالنادي الأهلي يقدر يجيب أي لاعب. وطبعا يعني ربنا يوفق الأهلي في المباراة اللي جاية. ودي كانت نهاية الفيديو، والسلام عليكم.